قصة أحمد دياب وأحمد شوبير ووليد دعبس إن هم ممنوعين من السفر. الكلام ده غير مظبوط. التحقيقات لسه شغالة في وزارة الشباب والرياضة، والأوراق الخاصة بالراحل المرحوم أحمد رفعت عليه رحمة الله بيتم مراجعتها من كل الجهات اللي صدرت منها الأوراق دي، سواء من منطقة التجنيد التابع ليها، سواء التصاريح اللي طلعت من وزارة الشباب والرياضة، الأوراق اللي طلعت من فيوتشر، والباسبور وجواز وتصريح السفر وتذاكر الطيران. كل الأوراق وكل التصاريح اللي طلعت قبل سفر أحمد رفعت بيتم مراجعتها دلوقتي علشان خاطر يتم تحديد المتسبب في اللي حصل للاعب. الكلام الفترة اللي فاتت يعني مش الفترة اللي فاتت، مش فترة كبيرة، ولكن هم من يومين ثلاثة قالوا ان احمد دياب هيتم رفع الحصانة عنه. لحد دلوقتي مفيش اي كلام خالص، لان مفيش اي اتهام تم توجيهه لاي حد من الاشخاص الثلاثة دول. الكويس في الموضوع بتاع احمد رفعت الله يرحمه الحلقة بتاعت هاني حتحوت مع وليد دعبس، المداخلة الهاتفية اللي تسببت في استقالة وليد دعبس من رئاسة مودرن سبورت او مودرن فيوتشر. رفع الحصانة عن احمد دياب او الكلام ده كل ده مش هيتم الا لما يتم توجيه اتهام له بعد ما يكون في تحقيقات في النيابة العامة، لان وزارة الشباب هتخلص تحقيقاتها، وبعد ما تخلص التحقيقات لو كان في اي شبهة جنائية هيتم احالة الواقعة الى جهات التحقيق وعلى رأسها النيابة العامة. طيب بالنسبة للمستندات الخاصة بتجنيد أحمد رفعت، كل المستندات دي موجودة طبعا في النيابة العسكرية، لأن طبعا صدر قرار اللي هو القرار الخاص بتجنيد أحمد رفعت، فكل ده هيبقى في النيابة العسكرية. لكن رفع يعني رفع الحصانة عن أحمد دياب أو توجيه أي اتهام لاحمد شوبير او وليد دعبس لحد دلوقتي ما فيش اي كلام رسمي. هل حاولوا ان هم يسافروا خارج البلاد؟ برضو ما فيش اي كلام. يعني كل دي شائعات اثيرت بعد طبعا يعني توجيه الشكر من قبل شركة المتحدة للخدمات الإعلامية للكابتن أحمد شوبير بعد يعني وقف برنامجه بدعوى إنه يعني ما التزمش بالرسالة الإعلامية أو النص الإعلامي أو يعني الخطوط اللي محطوطة أو النصوص اللي محطوطة في القناة، واللي ما ينفعش يتعداها. ولكنه اتكلم عن واقعة أحمد رفعت، وتقريبا كان في كلام من المتحدة أو توجيه إن هو ما يتكلمش في الواقعة دي لأنها محل تحقيق لحد دلوقتي، فتم توجيه الشكر ليه لأنه خالف السياسة الإعلامية أو خالف الرسالة الخاصة بالوسيلة الإعلامية. وده أمر يخص شركة المتحدة فقط ولا علاقة له بالتحقيقات اللي بيتم إجراءها لحد دلوقتي. إذن فمنعهم قرار منع الثلاثي من السفر غير صحيح، كلها شائعات، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. الأسبوع اللي جاي وزارة الشباب هتعلن نتائج التحقيقات، ومن ثم هيتم توجيه النتائج أو إعلان النتائج للرأي العام. وزي ما بقول لحضراتكم كده، لو كان في أي شبهة جنائية في الواقعة يتم إحالتها للنيابة العامة.